يمر فريق الوداد الرياضي بفترة صعبة تحت قيادة المدرب باتريس كارتيرون، حيث تشير بعض المصادر هناك نقاشات داخل الإدارة حول مستقبله بعد تراجع الأداء في المباريات الثلاث الأخيرة، خصوصا بعد الهزيمة الأخيرة أمام المغرب الفاسي بهدف نظيف. وتعيش الجماهير الودادية حالة من الغضب بسبب فقدان الهوية الكروية للفريق هذا الموسم وخروجه المبكر من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد أولمبيك آسفي. عودة حكيم زياش. ينتظر الطاقم التقني عودة النجم حكيم زياش من هولندا بداية الأسبوع المقبل بعد رحلة علاج قصيرة. زياش غاب عن المباريات الأخيرة أمام الدفاع الحسني الجديدي والمغرب الفاسي بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة الفتح الرباط، ويتم تجهيزه حاليا ليكون ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة.